السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا شباب؟ معكم مستر هشام مدرس الفيزياء للمرحلة الثانوية. ان شاء الله النهاردة هنراجع على جزء مهم جدا 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 في الموضوعات بتاعتنا في الفصل الأول. هنتكلم على القدرة الكهربية، هنتكلم على ازاي اوصل بطريقة النقط، التوصيل على التوالي والتوازي. هنتكلم على طريقة النقط، هناخد طريقة نحل بيها طريقة النقط، وهنتكلم برضو على قانون اوم للدايرة المغلقة. نتكلم على قانون اوم للدايره المغلقه، وهنحل بعض المسائل على قانون اوم للدايره المغلقه. اول حاجه هنتكلم عليها القدره الكهربيه. ايه هي القدره الكهربيه؟ القدره الكهربيه هي الشغل المبذول في الدايره الكهربيه في زمن قدره 1 ثانيه. ايه هو الشغل؟ يبقى اقدر اقول ان القدره الكهربيه هي الشغل ما بين قوسين كده، ممكن اقول او الطاقه، الشغل او الايه او الطاقه، خلاص، المبذول في الدايرة الكهربية في الزمن. جميل. طيب يبقى احنا هنا اتكلمنا على نقطتين مهمين، الا وهم الشغل والزمن. يعني احنا لو جينا اتكلمنا قلنا ان ده كده يعتبر الشغل، هديله هنا رمز الدبليو او الاي، الانرجي، خلاص، الاي او الايه او الدبليو، الاثنين واحد، الشغل هو الطاقه. طيب المبذول في الدايره الكهربيه في الزمن في وحده الايه؟ في وحده الزمن اللي هو رمزها ايه؟ اللي هي رمزها تي. جميل. تعال نحط القانون بتاعنا كده. القانون بتاعنا هنلاقي ان القدره، قانون اهو، القانون هنلاقي ان القدرة الكهربية هي عبارة عن الشغل على الزمن، هي عبارة عن الشغل على الزمن. حلو. طيب وحدة القدرة الكهربية بايه؟ وحدة القدرة الكهربية بحاجة اسمها الوات، حاجة اسمها الايه؟ الوات. وحدة الشغل بالايه؟ بالجول. وحدة الزمن بالايه؟ بالسكند او الثانية. خلاص؟ يبقى انا اقدر اعمل مثلث هنا واقول ان لو انت عايز حضرتك القدرة فهي عبارة عن الشغل على الزمن، ولو عايز الطاقة الكهربية المستنفذة في الدايرة فهي عبارة عن القدرة في الزمن. القدرة في الايه؟ في الزمن. حلو قوي. بس يا مستر دلوقتي لو احنا معانا دايرة كهربية فيها مقاومة، فيها تيار، وفيها فولتميتر، خلاص، فرق الجهد عليه او بين طرفينه في، خلاص، يبقى انا معايا فرق جهد ومعايا مقاومه ومعايا تيار. اعمل ايه؟ هقول لك. اولا فانت دلوقتي هتستخدم القانون او القوانين بتاعتك القديمه، خلاص، اللي هي كانت الفي بتساوي دبليو على كيو، واخدت برضو ان الاي بتساوي كيو على تي، واخدت من قانون اوم ان الار هي عباره عن الفي على الاي، صح كده؟ جميل. طيب حضرتك انا دلوقتي محتاج ايه؟ انا دلوقتي محتاج ان انا اجيب قوانين للقدره بدلاله الفي، بدلاله الاي، وبدلاله الايه؟ الار. يبقى انا عايز اجيب قوانين للقدره بدلاله الفي والاي والار. طيب رقم واحد، مش احنا قايلين، تعالى كده نستنتج اول قانون، مش احنا قايلين ان البي وات هي بتساوي ايه؟ بتساوي دبليو على تي، صح كده؟ جميل. ممكن اشيل دبليو واحط مكانها ايه؟ واحط مكانها في في كيو. احط مكانها ايه؟ في في كيو اهو، في في كيو، خلاص، وانزل الزمن. خلي بالك كده معايا، هو انت مش عارف ان الكيو على تي تعتبر تيار؟ يبقى تطلع من هنا من القدره بتساوي في في اي، في فرق الجهد في مين؟ في اي شدة التيار، ويبقى ده القانون بتاعك الايه؟ الاولاني. حلو. بدلالة مين حضرتك؟ بدلالة فرق الجهد وشدة التيار، بدلالة فرق الجهد وشدة التيار. بس طب انا مثلا لو اعطيك مقاومة واعطيك تيار، فحضرتك تفك الفي لاي في ار. فك الفي ليه؟ لاي في ار. حلو. فك الفي لاي في ايه؟ في ار، ونزل الاي زي ما هي، بقت اي في ار في اي. اي في اي بتديني اي تربيع، اي ايه؟ تربيع، اي تربيع في ار. وفك الاي
فك الاي ممكن اقول برضو في على ايه؟ على ار مضروبه في مين؟ في في، تبقى في بفي تربيع على ار، يبقى برضو نفس الحاجه في تربيع على ايه؟ على ار. طب تعالى بقى نجمع الكلام ده كله. حلو، نشوف كده دلوقتي. يبقى احنا كلمنا اول قانون للقدره، اول حاجه للقدره قلنا ان القدره هي عباره عن W على T، وده القانون الاساسي بدلاله الشغل وبدلاله مين؟ وبدلاله الزمن. وقلنا برضو ان هي بتساوي I شده التيار في V فرق الجهد. حلو. وقلنا برضو ان القدره بتساوي I تربيع في R. وقلنا برضو ان القدرة بتساوي في تربيع على مين؟ على ار. طيب حضرتك هو وحدة القدرة ايه؟ وحدة القدرة، الوحدة بقى نتكلم على الوحدات والوحدات المكافئة. وحدة القدرة بحاجة اسمها الوات، بحاجة اسمها ايه؟ الوات. طيب حضرتك دلوقتي الوات ده بيكافئ ايه؟ جول لكل ثانية، جول لكل ثانية، او ممكن اكتبها كده جول في ثانية اس سالب واحد. جميل. او ممكن امبير في فولت، او ممكن ايه؟ امبير في فولت، امبير في فولت، صح كده؟ او ممكن امبير تربيع في اوم، او ممكن امبير تربيع في ايه؟ في اوم، امبير تربيع في اوم. خلاص، دي برضو من الوحدات المكافئة. او ممكن فولت تربيع في اوم، بس في اوم سالب واحد. يا فولت تربيع في اوم سالب واحد، يا فولت تربيع لكل اوم، لكل ايه؟ لكل اوم. دي او دي تنفع عادي. خلاص، دي كده تعتبر القوانين، دي كده القوانين بتاعة القدرة الكهربية. وخلي بالك القدرة الكهربية مهمة جدا. خلاص، او قوانين القدرة الكهربية هتكمل معانا في مسائل كتير وفي ابواب كتير. خلاص، ودي كده تعتبر الايه؟ الوحدات. ودي كده تعتبر الايه؟ الوحدات. حلو، ده لحد هنا. خلاص، لحد كده احنا اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا على القدرة، او راجعنا على القدرة الكهربية للي خد الدرس ده في المجموعة بتاعته. طيب بعد كده هنتكلم على طريقة النقاط. طريقة النقاط في التوصيل على التوالي والتوازي. بس الاول قبل ما نشتغل طريقة النقاط لازم اديك ايه؟ دايرة كده نعمل عليها الايه؟ نعمل عليها الطريقة بتاعتنا. جميل. بص يا قلبي، اول حاجة لو انا معايا دايره كده، خلاص، داخل منها التيار من هنا، خارج منها التيار من هنا، دايره اهي كهربيه. عايزين ايه بس كده؟ خلاص، الدايره دي داخل من هنا التيار، دي النقطه ايه، ومعايا هنا سلك فاضي، هنا مقاومة، هنا مقاومة، هنا مقاومة، هنا مقاومة، وهنا في برضه مقاومة، وهنا في ايه؟ مقاومة. خلاص، التيار داخل من النقطة ايه؟ خارج من النقطة بي. طيب المقاومات بتاعتي هنا 3 اوم، وهنا 12 اوم، وهنا 6 اوم، وهنا 6 اوم، وهنا 12، وهنا 12 اوم. خلاص. طيب هبتدي ان انا اشتغل على الدايره دي. الدايره ديت فيها يعني ما اقدرش ان انا اشتغلها لا توالي ولا اقدر اشتغلها ان هي توازي. طب دي اشتغلها بطريقه الايه؟ دي هشتغلها بطريقه الايه؟ النقاط. طريقه الايه؟ النقاط. خلاص. طيب طريقه النقاط رقم واحد افكرك بيها كده. طريقه النقاط واحد، اول ما اطلع بالتيار باخد رقم واحد. طيب وليكن انت طالع بالتيار من هنا اهو، خلاص، طالع بالتيار من هنا، خد رقم ايه؟ رقم واحد اهو. انا طالع بالتيار اهو، خدت رقم ايه؟ خدت رقم واحد. حلو. رقم اتنين، الخطوة التانية بختار
اكبر طريق بيعدي على مقاومات. بختار اكتر طريق بيعدي على مقاومات. وليكن مثلا انا ماشي من هنا، انا طالع اهو، اتجزأت لكام سكه؟ ادي سكه، ادي اتنين، ادي تلاته. خلاص. فانا دلوقتي عايز اختار طريق. انا هنا مثلا همشي من هنا وهخرج من هنا، صح؟ مشيت كده عديت على مقاومتين، ادي مقاومه وادي مقاومه. طب مشيت كده عديت على مقاومه واحده، مشيت كده عديت على مقاومه واحده، يبقى انا هاخد انهي طريق؟ الطريق ده هو ده الطريق اللي انا همشي فيه اهو، اللي انا منقط عليه بالاحمر. ليه؟ لانه معدي على مقاومتين، معدي على مقاومتين. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة، اول معدي على مقاومه اغير الرقم، اغير الايه؟ الرقم. خلاص. بس خلي بالي من نقطه. ايه هي النقطه دي؟ ان السلك الفاضي ياخد نفس الرقم، نفس الايه؟ نفس الرقم. السلك الفاضي ياخد نفس الرقم. وخلي بالك ان له اولويه الترقيم. له اولويه الايه؟ الترقيم. حلو قوي. يلا دلوقتي اول ما اعدي على مقاومه اغير الرقم. حلو. انا واقف هنا لقيت فيه سلك فاضي ارقمه الاول اهو. السلك ده مش سلك فاضي، ارقمه الاول. يبقى ده ياخد رقم ايه؟ ده ياخد رقم واحد. ليه؟ السلك الفاضي بياخد نفس النقطه. بس ارجع للطريق بتاعي تاني. يلا عديت على مقاومه اغير الرقم، يبقى هنا كام؟ 2. عديت على مقاومه اغير الرقم، يبقى هنا كام؟ 3. اصبر، في سلك فاضي اغير، اخليه ياخد نفس الرقم، يبقى هنا ياخد رقم ايه؟ 3. يبقى انا كده رقمت الدايره بتاعتي ولا لا؟ رقمتها. يلا الخطوه الجايه هعمل ايه؟ اول ما اطلع من الدايره ارسم دايره جديده. ارسم دايره جديده. ارسم دايره ايه؟ جديده. مع العلم خلي بالك المقاومه اللي ترسمها اشطب عليها. اشطب ايه؟ اشطب عليها. حلو. يعني انا دلوقتي رقمت، وليكن انا دلوقتي رقمت، خلاص طلعت خلاص من الدايره، رقمت من 1 لكام؟ ل3. يبقى ادي 1، ادي 2، ادي 3. خلاص. يلا من 1 ل2 كده ايه هتساوي لنا. يلا من 1 ل2، من 1 ل2 في مقاومه ب3 اوم. يبقى من 1 ل2 في مقاومه، من 1 ل2 في مقاومه ب3 اوم اهو، 3 اوم. خلاص. من 2 ل3 في مقاومه ب 12 اوم، في مقاومه ب 12 اوم. المقاومه اللي اخدها اشطب عليها. حلو. بعد كده من 1 ل3، من 1 ل3 اهو في مقاومه بكام؟ ب6 اوم. حلو، اشطب عليها. من 1 ل2 في مقاومه ب6 اوم، من 1 ل2 في مقاومه ب6 اوم اهو، اشطب عليها. من 1 ل3 في مقاومه ب 12 اوم اهو، في مقاومه ب 12 اوم من 1 لايه؟ من 1 ل3. برضو من 1 ل3 في مقاومه ب 12 اوم اهي، حطها هنا مش مهم، ب 12 اوم. حلو. بقى ده الشكل بتاعي بتاع الدايره. ما اعرفش اشتغل معاه؟ اعرف. يلا التيار داخل من هنا خارج من هنا اهو. يلا بقت 3 مع ال6 توازي. ال3 مع ال6 توازي تديني مقاومه بكام؟ تديني مقاومه، امسحهم واكتب اهو 3 مع ال6 توازي. يبقى امسحهم هتبقى 3، هتبقى 3 في 6 على 3 زائد 6 تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب 2 اوم. يبقى امسح دول واكتب مكانهم مقاومه بكام؟ اكتب مكانهم مقاومه ب 2 ايه؟ ب 2 اوم. ها اهي 2 اوم. حلو قوي. الاثنين مع ال 12 توالي، يبقى يعملوا لي مقاومه بكام؟ يعملوا لي مقاومه ب 18 اوم. او مساحهم واكتب مقاومه بكام؟
واكتب مقاومه واحده ب 18 اوم. خلاص حلو. بقى معايا ال 12 مع ال 18 مع ال 6 مع ال 12 توازي. يبقى اقول ايه؟ 1 على 18 اس سالب 1 زائد 6 اس سالب 1 زائد 12 اس سالب 1 زائد 6 و12 و12 اس سالب 1 برضه 12 اس سالب 1. يطلع معايا الايه؟ يطلع معايا الناتج. دي كده شرح مبسط. هنحل دلوقتي على قانون اوم. حلو قوي. طيب على على التوالي والتوازي، على طريقه النقط. جميل. بعد كده يلا بينا يا شباب نبتدي نحل على القدره الكهربيه. السؤال الاول بيقول سؤال رقم 34 صفحة 17. أي من الوحدات التالية لا تكافئ وحدة الوات؟ لا تكافئ وحدة الوات. أولا احنا اتكلمنا وقلنا إن من وحدات الوات جول في ثانية، جول لكل ثانية، صح كده؟ يبقى احنا اتكلمنا وقلنا إن في وحدات الوات جول لكل ثانية، صح؟ أمبير في فولت، صح؟ أوم أمبير تربيع في أوم، صح؟ مفيش عندي غير الوحده دي هي اللي غلط. ليه؟ لان الوحده بين الفولت والاوم تربيع هتبقى فولت تربيع في اوم سالب 1 في اوم ايه؟ سالب 1. يبقى هي الوحده ديت هي اللي ايه؟ الغلط، وهي دي الوحده اللي انت هتختارها التي لا تكافئ وحده الوات. في الدايره الكهربائيه المقابله القدره المستهلكه في الدايره. حلو. بص حضرتك انت اعطيني ايه؟ اعطيني فرق جهد واعطيني مقاومه، اعطيني فرق جهد واعطيني ايه؟ اعطيني مقاومه. طب حضرتك هشتغل بايه؟ اشتغل بقانون ان البي وات خلاص هي عباره عن اي تربيع، لا اي تربيع في ار، لا ولا في تربيع على ار، لا في تربيع على ايه؟ على ار. هو ده القانون اللي انا هشتغل بيه. حلو. يبقى اقول له كام؟ اقول له 110 تربيع على الخمسة تطلع 100 على الخمسة تطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 20 واط. ب 20 ايه؟ ب 20 واط. وتبقى الاجابه ب. عايز الطاقه المستهلكه خلال 20 ثانيه، ده الزمن. حلو. عايز الطاقه بقى. طيب يبقى الطاقه المستهلكه الانرجي او الدبليو هي عباره عن البي وات في التي. القدره في مين؟ القدره في الزمن. القدره في الايه؟ في الزمن. طب القدره انا مطلعها بكام؟ ب 20. اضربها بكام؟ في الزمن برضو اللي هو عطولي ب 20. 20 في 20 يديني كام؟ يديني 400 جول. يديني كام؟ 400 جول. تبقى دي هي الاجابه. نخش على السؤال اللي بعديه. طيب سؤال رقم 6. السؤال رقم 36 بيقول لك أي من الأشكال التالية تكون القدرة المستهلكة له أكبر ما يمكن. أنت هنا أعطيني الأربع أشكال فيهم معطيات مين؟ أعطيني معطيات الآر وأعطيني معطيات الفي. أعطيني معطيات الآر وأعطيني معطيات الفي. أدي أهو السؤال. أعطيني معطيات الآر والفي. حلو. طب حضرتك أنا هشتغلوا إزاي؟ أنت عايز أكبر قدرة، أكبر قدرة صح في المقاومه. طب عايز اكبر قدره، هو انت اعطيني ار وفي صح؟ يبقى البي وات تتناسب مع في تربيع على ار، لان ده القانون اللي بيجمع ما بين فرق الجهد والمقاومه الكهربيه. حلو قوي. حضرتك دلوقتي البي وات تتناسب مع في تربيع على الار. على مين؟ على الار. طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ هحط على كل رسمه ادي في تربيع على ار، وادي في تربيع على ار، وادي في تربيع على ار، وادي في تربيع على ايه؟ على ار. يلا هنا كام في؟ واحد في. يبقى واحد تربيع على واحد تطلع معايا كام؟ واحد تربيع بواحد، يعني تطلع معايا بواحد بي وات. واحد ايه؟ بي وات. طب اللي بعديها خلاص انت هنا اعطيني كام؟ اعطيني واحد في. يبقى واحد تربيع على كام ار؟ على 2 ار. حلو. يبقى واحد تربيع بواحد على 2 تديني نص بي وات. نص ايه؟ بي وات. خلاص حلو. طيب اللي بعديه كام في؟ 2. يبقى 2 تربيع. وكام ار؟ 1. 2 تربيع بكام؟ ب4. يبقى دي تديني 4 بي وات. طيب هنا كام في؟ 2 تربيع على كام ار؟ على 2. 2 تربيع ب4. 4 الاتنين فيها الاتنين خلاص بي وات. الاتنين ايه؟ بي وات. طيب حضرتك انت عايز ايه؟ انت هنا اديتني 1 بي وات، انت هنا اديتني نص بي وات، انت هنا اديتني 4، هنا اديتني 2. هو هنا عايز اكبر قدره. اكبر ايه؟ اكبر قدره مستهلكه. القدره المستهلكه في المقاومه اكبر، هتبقى الاجابه ج. هتبقى الاجابه ج. صعبه؟ اظن مفيش مشاكل. نخش على السؤال اللي بعده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي في الدائرتين المقابلتين تكون النسبة بين قدرة في الدايرة الثانية على قدرة في الدايرة الأولى. البي وات 2 على البي وات 1. حلو. ركز معايا بالله عليك. هو هنا أعطيك تيار مع مقاومة. تيار
مع مقاومه. اوريدي حضرتك في مسائل النسبه اول حاجه بنعملها بنكتب قانون النسبه. اول حاجه بنعملها بنكتب قانون النسبه. حلو، انت عايز القدره صح؟ طب ماشي حضرتك، القدره انا عندي ليها بتاع حوالي 5 6 قوانين. اشتغل بانهي قانون فيهم؟ اشتغل بالقانون اللي انت اعطيني معطياته. انت اعطيني اي وار صح كده، يبقى اقول له البي وات بتساوي اي تربيع في ار. اي تربيع في ايه؟ في ار. حلو قوي. طب حضرتك دلوقتي الاي دي ثابته؟ لا ده هنا متغيره وهنا متغيره. الار دي ثابته؟ لا ده هنا متغيره وهنا متغيره. اذا البي وات تتناسب مع الاي تربيع في ايه؟ في الار. انت عايز بي وات 2 على بي وات 1. انا مع مربع التيار طردي، يبقى هي هقول له اي 2 على اي 1 الكل تربيع. الكل ايه؟ تربيع. طيب في الار كمان طردي، تبقى ار 2 على ار 1. ار 2 على ار 1. طب يلا بينا. حلو، اي 2 بكام؟ دي الدايره الثانيه ب 2 اي. يبقى اقول له كده بي وات 2 على بي وات 1. يلا اي 2 على اي 1. ابتدي ان انا اعوض. اي 2 بكام؟ ب 2 وهنا بكام؟ ب1. يبقى الكل ايه؟ تربيع في ار 2 بكام؟ ب 2 وار 1 بكام؟ بار يعني بواحد. هنا 2 تربيع ب4. 4 في 2 تديني كام؟ تديني 8 على 1. تبقى النسبة بتاعتي ج وتبقى الإجابة بتاعتي ج. صعبة؟ مش صعبة اهي. نخش على السؤال رقم 3. يلا بينا. السؤال رقم 38. في الاشكال التاليه 3 مقاومات او 3 دوائر كهربيه اكس وواي وزد. حلو، الدايره اكس انت اعطيني فيها مقاومه فرق جهد وانا مغمض في تربيع على ار. يبقى هنا هستخدم انهي قانون؟ في تربيع على ار. جميل. طيب هنا حضرتك انت مديني تيار ومقاومه، يبقى وانا مغمض اي تربيع في ار. خلاص. طب وهنا انت مديني فرق جهد وشده تيار صح؟ يبقى اقول له اي في في. هنا اي في ايه؟ اي في في. حلو، يلا بينا. اعطيني كام في؟ اعطيني 20. يبقى 20 تربيع على كام؟ على 5. تديني قدرة هنا. طيب وهنا 1 تربيع في كام؟ في 15. 1 تربيع في 15 تديني كام؟ تديني 15 واط. وهنا اي في في 10 في 3. 10 في 3 تديني 30 واط. تديني 30 ايه؟ واط. حلو، نحسب ديت بس بسرعة. 20 تربيع نحسب دي بسرعة. 20 تربيع على كام؟ على 5. تطلع معايا بكام؟ 80. تطلع معايا ب 80 واط. 80 واط. وتبقى كده حضرتك الترتيب كالآتي. الترتيب كالآتي. مين أكبر واحدة؟ إكس، وبعد كده زد، وبعد كده آخر واحدة واي. تبقى الإجابة د. تبقى الإجابة إيه؟ د. صعب الكلام؟ كلام جميل أهو، ما فيهوش أي إيه؟ ما فيهوش أي مشكلة. حلو قوي. نخش على السؤال اللي بعديه. يلا بينا. بيقول لك مروحة كهربية مدون عليها 100 واط و220 فولت، وسخان كهربي مدون عليه 1000 واط و220 فولت. حلو، حضرتك عايز ايه؟ فإن مقاومة السخان مقارنة بمقاومة المروحة الكهربية مساوية لها، ولا أقل منها، ولا أكبر منها، ولا لا يمكن تحديد إجابة؟ طب واحدة واحدة. هو حضرتك دلوقتي ممكن تجيب لي المقاومة دي وممكن تجيب لي المقاومة دي صح كده؟ هجيبها ازاي؟ حضرتك دلوقتي مش انت عندك قانون بيقول لك ان البي وات بتساوي في تربيع على ار صح كده؟ عايز اجيب الار، تبقى الار تطلع، تبقى البي وات ايه؟ تنزل. يبقى الار هتساوي في تربيع على ايه؟ على البي وات بتاعتك صح؟ حلو. طب حضرتك معلش يعني في الكلمة، مش فرق الجهد هنا ثابت؟ ليه حضرتك تزاول نفسك؟ مش فرق الجهد هنا ثابت؟ طالما فرق الجهد ثابت، العلاقة بين المقاومة والقدرة علاقة ايه؟ علاقة عكسية. العلاقة بين المقاومة والقدرة علاقة ايه؟ علاقة عكسية. حلو، يعني اللي مقاومته كبيرة، اللي قدرته كبيرة مقاومته ايه؟ صغيرة. واللي قدرته صغيرة مقاومته ايه؟ كبيرة. حلو. ليه؟ لأن العلاقة ما بين القدرة والمقاومة علاقة ايه؟ علاقة عكسية. حلو. حضرتك المروحة 100 واط والسخان 1000 واط. حلو.
المروحه 100 واط القدره صغيره، يبقى المقاومه بتاعتها مقاومه المروحه كبيره. والسخان 1000 واط القدره بتاعتها صغيره، القدره بتاعتها كبيره، يبقى المقاومه بتاعتها ايه؟ صغيره. يبقى مقاومه السخان مقارنه بمقاومه المروحه اصغر من اقل منها، يبقى مقاومه السخان اقل من مقاومه الايه؟ المروحه. تاني واحده واحده بالراحه، امسح ده كله اهو. يلا بينا من الاول. حضرتك دلوقتي انت مديني فرق، يلا بينا دلوقتي تاني بالراحه كده. القدره بتساوي ايه؟ بتساوي في تربيع على ار. ليه اخترت القانون ده من ضمن القوانين اللي عندي؟ عشان خاطر فرق الجهد هنا ثابت، عشان انت عاطيني معطيات القدره وفرق الجهد وبتقول لي على المقاومه محتاج مقاومه، ففرق الجهد ثابت. تبقى القدره، العلاقه بين القدره والمقاومه علاقه ايه؟ عكسيه. اللي قدرته كبيره مقاومته صغيره، واللي قدرته صغيره مقاومته كبيره. حلو. والله حضرتك المروحه قدرتها صغيره بالنسبه لقدره السخان، اذا مقاومه المروحه اهي مالها اكبر من مقاومه الايه؟ مقاومه السخان. ليه حضرتك؟ عشان قدره المروحه اقل من قدره السخان، اذا مقاومه المروحه اكبر من مقاومه السخان، عشان العلاقه بين القدره والمقاومه هنا علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ عكسيه. يبقى فان مقاومه السخان مقارنه بمقاومه المروحه، يبقى مقاومه السخان اقل من مقاومه المروحه، يبقى اقل منها. السؤال اللي بعده، يلا بينا. بيقول لك الشكل البياني المقابل يعبر عن علاقه. الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقه بين القدره المستهلكه في موصل ومربع شده التيار. حلو. انا لما بشوف مساله فيها رسم بياني رقم واحد بروح اجيب الميل الفيزيائي. مين على الصادات؟ البي وات. مين على الصادات؟ البي وات. مين على السينات؟ اي تربيع. مفيش قانون للبي وات غير ان هو بيساوي اي تربيع في ار، يبقى اكتب القانون ده. يبقى البي وات بيساوي اي تربيع في مين؟ في ار. مين على الصادات؟ البي وات. مين على السينات؟ الاي تربيع. معامل السينات هو الميل، يبقى هنا السلوب هو الار، السلوب هو الار. طب ده الميل الفيزيائي، بينما الميل الرياضي فرق صادات على فرق سينات، فرق صادات على فرق سينات. يبقى اقسم 30 على 6، 30 على 6، 30 على 6 فيها ال5 اوم، فيها الايه؟ ال5 اوم. وخلي بالي من الوحدات لان هنا ممكن يحط لي وحدات ملي، مايكرو، نانو، بيكو، فيمتو، فحضرتك لازم تبقى مخلي بالك من الوحدات كويس جدا عشان خاطر ما تقعش في الحته دي. يلا بينا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعدك بيقول لك اي من الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين القدره والزمن. ايه العلاقه بين القدره والزمن في موصل يسري بيه تيار مستمر؟ في موصل يسري بيه تيار ايه؟ مستمر. حلو قوي. طب ما حضرتك دلوقتي العلاقه بين القدره والزمن انت اخد ان العلاقه بين القدره بتساوي ايه؟ بتساوي الدبليو على التي، صح؟ طيب التيار اللي بيمشي معاك ده، التيار اللي بيمشي معاك ده تيار ايه؟ مستمر، صح؟ تيار ايه؟ مستمر ثابت يعني، صح؟ يعني الشغل المبذول في الدايره ايه؟ ثابت. يعني العلاقه بين القدره والزمن علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ عكسيه كسريه. علاقه عكسيه ايه؟ كسريه. يلا بينا السؤال اللي بعده. السؤال رقم 42 بيقول لك ايه؟ أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الطاقة المستهلكة في موصل والزمن؟ عايز علاقة بين تيار يسري، تيار ايه؟ تيار مستمر اهو. ها؟ طيب يلا بينا. القدرة بتساوي دبليو على ايه؟ على تي. يعني انا لو عملت الطرفين في وسطين فهلاقي ان القدرة بتساوي البي وات في التي. حلو. عند ثبوت القدره، ما هو حضرتك الدايره بيمشي فيها تيار مستمر، يبقى القدره بتاعتي هتبقى ثابته. يبقى حضرتك العلاقه ما بين الشغل والزمن علاقه ايه؟ علاقه طرديه. علاقه ايه؟ طرديه. حلو قوي. السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يمثل دايره كهربيه. اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين القدره والمستهلكه في المقاومه ار في وقيمه المقاومه الماخوذه منها. طيب انا عايز علاقه بين مين ومين؟ بين القدره وبين الار في المقاومه الماخوذه. طيب حضرتك مبدئيا هنا مين ثابت؟ مين ثابت؟ البطاريه.
البطاريه اللي هي بتديني ايه؟ قوه دفعه كهربيه، صح؟ يبقى الفي باتري هنا او القوه الدفعه الكهربيه او فرق الجهد على الدايره ثابت. يبقى حضرتك ما ينفعش تقول لي ايه؟ ما ينفعش تقول لي والله اي او البي وات بتساوي ايه؟ اي تربيع في ار. غلط. ليه؟ حضرتك هو الاي ثابت؟ لا مش ثابت. هل انا قلت لك ان هو ثابت؟ لا متغير. خلاص؟ طيب امال ينفع تقول لي ايه؟ ينفع تقول لي في تربيع على الار. ليه في تربيع على الار؟ عشان خاطر البطاريه القوه الدفعه الكهربائيه بتاعتها ثابته. خلاص؟ فبالتالي حضرتك تقول لي المقدار ده ثابت، فرق الجهد ثابت، اذا العلاقه بين القدره والار في علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. علاقه ايه؟ عكسيه كسريه. عكسيه ايه؟ كسريه يا حمديه. بكده نكون خلصنا المسائل بتاعت القدره اللي موجوده في كتاب الايه؟ الامتحان. يلا بينا نبدا مسائل التوالي والتوازي، ونتكلم على طريقه النقط او نحل على طريقه النقط في التوالي والتوازي. طيب في الشكل المقابل عايز الفرق بين قيمتي المقاومه المكافئه في حالتي فتح وغلق. حاله الفتح، حاله الفتح، وحاله الايه؟ وحاله الغلق. طيب عايز الفرق، يبقى انا لازم اجيب له ار توتال عند الفتح. حلو. وبعد كده اروح اجيب له ار توتال غلق. ار توتال ايه؟ غلق. وبعد كده اروح، هو عايز الفرق بين مين ومين؟ فتح ناقص غلق، يبقى ار فتح ناقص ار توتال غلق. طيب اول حاجه في حاله الفتح، في حاله الايه؟ في حاله الفتح مبدئيا المفتاح ده مفتوح، يبقى التيار هيلغي الفرع ده كله، مش هيخش في الايه؟ في الفرع ده، هيبقى الفرع ده مش معايا. خلاص؟ طيب يبقى انا هخش، التيار هيخش هنا يتجزأ لهنا، والفرع ده يبقى يتجمع هنا. خلاص؟ ويخش في الفرع ده ويتجمع ايه؟ ويتجمع هنا. التيار اتجزأ لكام شارع؟ لشارعين. الفرع اللي فوق فيه مقاومه بقد ايه؟ فيه مقاومه ب 12 6 و6، يبقى 12 اوم هنا. والفرع اللي تحت هنا فيه مقاومه بكام؟ فيه مقاومه ب 6 اوم. ب 6 ايه؟ ب 6 اوم. يبقى الار توتال هنا عند الفتح 1 على 12 اس سالب 1 زائد 6 اس سالب ايه؟ اس سالب 1. تطلع معايا بكام؟ تقريبا تطلع ب4. اه 4 اوم. تطلع معايا بكام؟ ب4 اوم. خلاص؟ يبقى دي كده ار توتال عند الفتح بكام؟ ب4 اوم. حلو. طيب بعد كده عند الغلق، لا عند الغلق حضرتك يبقى هشيل عند الغلق في المقاومه دي او الشارع ده بقى هاخده معايا. الشارع ده هاخده معايا، بس المشكله ان هنا ما بيتمسحش. ماشي خلاص. هنا في مقاومه ب 6 اوم وهنا في مقاومه ب 6 اوم. حلو قوي. يعني الشارع ده كله بكام؟ لما هقفل بقى المفتاح هيبقى ال6 وال6 12، يبقى الفرع ده كله بكام؟ ب 12. الفرع ده ب 12 والفرع ده ب6. يبقى اعمل ايه؟ اقول قايل له 1 على 12 اس سالب 1 زائد 12 اس سالب 1 زائد 6 اس سالب 1، او واحده فيهم على عددهم تطلع ب6، هتطلع معايا ب3 ايه؟ ب3 اوم. 3 ايه؟ اوم. يبقى ار توتال فتح بكام؟ ب4 ناقص ار توتال غلق بكام؟ ب3 اوم. تطلع معايا 4 ناقص 3 يديني 1 اوم. يبقى الفرق معايا بكام؟ 1 اوم. يبقى انا اول حاجه رحت عملت ايه؟ رحت جبت ار توتال في حاله الغلق وجبت ار توتال في حاله الفتح. هو عايز الفرق بين الفتح ناقص الغلق. جبت ار توتال فتح طلع معايا ب4، جبت ار توتال غلق طلع معايا ب3. اطرح 4 ناقص 3 يديني 1 اوم. طيب السؤال اللي بعده، شكل المقابل النسبه بين قيمتي المقاومه المكافئه في حاله فتح وغلق المفتاح. حلو. هو عايز ايه؟ بص ركز، هو عايز ايه؟ هو عايز النسبه بين ار مين؟ ار فتح وغلق. يبقى ار فتح على ار غلق. ار فتح على ار ايه؟ غلق. طيب حلو قوي. يبقى احنا رقم 1 هنروح نجيب له الار فتح، هنروح نجيب له الار ايه؟ فتح لما المفتاح كان مفتوح. بص يا قلبي، لما المفتاح كان مفتوح الحته دي كلها ملغيه. الحته دي كلها ايه؟ ملغيه. حلو. التيار هيخش، بص هيخش على الخمسه والخمسه والخمسه ويطلع بس كده اهو. هيبقى ده مسار ايه؟ مسار توالي. يبقى 5 و5 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 يدوني كام؟ يدوني 20. يبقى الار توتال عند الفتح بكام؟ ب 20 اوم. ب 20 ايه؟ ب 20 اوم. طيب تعالى بقى لما اقفل، لو انا قفلت المفتاح ده، لا الجزء ال 30 مع ال 30 مع ال 30 هيبقوا توازي مع بعض، واحده فيهم في عددهم، واحده فيهم على عددهم، واحده فيهم على عددهم. هيبقى الشكل عند الغلق، عند الايه؟ عند الغلق هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى معايا هنا 5 خلاص، وهنا كمان 5،
وهنا كمان 5 وهنا كمان 5، يبقى هنا 5 وهنا 5 وهنا 5 وهنا 5. وال30 دول متوصلين على التوازي، يبقى واحده فيهم على عددهم 30 على ال3 فيها ال10، يبقى احط هنا كام؟ 10 اوم. ركز بقى معايا، التيار خارج نعدي على المقاومه دي، وصل للنقطه دي هيتجزأ يمين وشمال. الفرع ده كله فيه كام؟ 5 و5 يبقوا كام؟ يبقوا 10. والفرع ده فيه كام؟ فيه 10. ال10 مع ال10 توازي، متوصلين بنفس نقطه البدايه نفس نقطه النهايه. التيار بيتجزأ عندهم، يبقى المقاومه هنا بكام؟ 10 على الاثنين، واحده فيهم على عددهم يبقى بكام؟ يبقى ب5. يبقى معايا هنا اهو هتبقى 5 وهنا هتبقى 5 وهنا هتبقى ايه؟ 5. 5 مع ال5 مع ال5. حلو؟ يبقى هنا هتبقى 5 و5 و5 15. 15 ايه؟ اوم. ده في حاله الايه؟ في حاله الغلق. طب يبقى في الفتح ب 20 وفي الغلق ب 15، يبقى 20 على 15 على 5 فيها ال4 على 5 فيها ال3، تبقى النسبه بتاعتي 4 على ال3. تبقى النسبه بتاعتي 4 على ال3. صعبه؟ صعبه. الاولى كان عايز الفرق، الثانيه كان عايز القسمه. يبقى كنت بجيب ار فتح في الاولى اطرحها من ار غلق، هنا بجيب ار فتح واقسمها على ار غلق فتديني النسبه. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الشكل المقابل عايز قيمتي المقاومه المكافئه بعد وغلق، بعد فتح وفي حاله قبل وفتح، قبل وبعد غلق الايه؟ غلق المفتاح. يعني انا هجيب له ار توتال قبل وار توتال ايه؟ بعد. تعال نجيب له المفتاح مفتوح والمفتاح ايه؟ مفتوح. طيب والمفتاح مفتوح مبدئيا التيار هيخش هنا، هيلاقي السلك هنا، مفتوح، فهيعدي في المقاومه دي ويطلع كده. شكرا، مش هيخش في الحته دي، يبقى الحته دي كلها ملغيه. خلاص؟ ده في حاله الفتح. يبقى ار فتح مفيش اسهل منها اهي، تبقى ار فتح 10 مع 5 مع 10 يديني كام؟ 25 اوم. 25 ايه؟ اوم. طب في حاله الغلق بقى لما هقفل، لا التيار هيوصل هنا ويبتدي يتجزأ لهنا وهنا. طب حلو قوي، بص حضرتك امشي مع التيار البعيد، مشيت وصلت لحد النقطه دي، التيار هيتجزأ يمين وشمال. بدأ التيار هنا يتجمع. طب الحته دي ال10 مع ال10 توازي، بص كده هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى 2.5 اهي، 2.5. انا معايا في الحته دي، مالكش دعوه بالحته دي دلوقتي، خلاص. مع ال5 مع مين؟ مع ال5. ليه؟ لان ال10 مع ال10 توازي. ال10 مع ال10 ايه؟ توازي. 10 مع ال10 توازي يديني واحده فيهم على عددهم تديني 5. اصبح ان ال5 مع ال5 توازي. ليه؟ التيار لما جه اتجزأ على ال5 اوم وعلى ال5 اوم، اتجزأ على الفرع ده وعلى الفرع ده. الفرع ده والفرع ده في مقاومتين، المقاومتين قد بعض والمقاومتين ليهم نفس نقطة البداية ونفس نقطة النهاية. يبقى كده المقاومتين على التوازي، يبقى واحدة فيهم على عددهم تبقى 5 على الاتنين فيها الاتنين ونص. هقوم قايل ان الفرع ده فيه اهو هنا 2 ونص وهنا ايه؟ وهنا 2 ونص. خلاص؟ وهنا في كام؟ في 5 وهنا في كام؟ في 5 10 وهنا في كام؟ في 10. حلو. يبقى انا كده دلوقتي معايا ايه؟ ادي 2 ونص وادي 2 ونص متوصلين مع ال5 دي توازي. مع ال5 دي ايه؟ توازي. ليه؟ اللي عرفني التيار وصل هنا اتجزأ يمين وشمال. الفرع ده فيه 5 والفرع ده فيه 5. 5 مع ال5 متوصلين بنفس نقطة البداية ونفس نقطة النهاية، يبقى اقول له ايه؟ 5 على الاتنين فيها الاتنين ونص. يبقى الشكل عامل كده 2 ونص وهنا 10 وهنا 10، يبقى 10 و10 20 و2 ونص، يبقوا 22 ونص اوم. 22 ونص اوم. يبقى في حالة الفتح الار توتال بكام؟ ب 25، وفي حالة الغلق 22 ونص. تبقى الإجابة ب. صعب الكلام ده؟ ما فيهوش أي حاجة صعبة. يلا بينا السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك في الدائرة المقابلة أي المقاومات يمر بها تيار كهربي. طب اطلع بالتيار، اوعى تتخدع، اطلع. عديت على المقاومة R1، حلو، وصلت لحد النقطة دي هتتجزأ. بص هو الصراحة هو في سلك فاضي فهعدي فيه، وهنا في مقاومة، لا أنا هعدي في السلك الفاضي، وهنا في سلك فاضي برضه هعدي فيه. خلاص بص 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 الدايرة بقت كده خلاص اهي. التيار بيمشي في الحتة دي. ليه؟ ده سلك فاضي
سلك ايه ده؟ سلك الغاء. يلغي المقاومه اللي عليه، يلغي المقاومه اللي عليه، يبقى ده سلك فاضي. يعمل ايه؟ يلغي المقاومه اللي عليه اللي متوصله معاه توازي. ادي المقاومتين دول متوصلين مع السلك ده توازي، يلغيهم. او امشي مع السلك، عدى على المقاومه ار1 فيعدي في السلك الفاضي، يعدي في السلك الفاضي، يعدي في السلك الفاضي. ليه؟ السلك الفاضي بيسحب كل التيار. بيسحب ايه؟ كل التيار. يبقى المقاومه اللي هيعدي اي المقاومات لا يمر بها تيار ار2 وار3. يبقى الاجابه ار2 وار3. اي المقاومات يمر بها، انا اسف، يمر بها تيار، يبقى المقاومه ار1 فقط. ار1 فقط. طيب نخش في الجزء اللي بعده. طيب شباب، كنت عايز اتكلم معاكم كده في نقطه قبل ايه؟ قبل ما نخش على توصيل التوالي، او قبل ما نخش على طريقه النقط. بصوا يا شباب، انا لاحظت ان في عدد كتير جدا من الطلاب بدأ ان هو ايه؟ ان هو يوصل لمرحله اليأس، او ان هو مثلا مش عارف يحل، او ان هو مثلا مش قادر ان هو يستوعب الضغط. هو كان طالع من تانية رايح لتالتة، ففاكر ان الموضوع بالنسبة له يعني ايه، زي اولى وزي تانية. لا، هو الموضوع مش زي اولى وتانية، لا للاسف. بس حضرتك واحدة واحدة، يعني بالعقل كده، انت داخل في سنة صعبة، وانت عارف ان السنة دي صعبة. ما بتجيش من اول مرة، والله العظيم ما بتيجي من اول مرة. لازم تحاول مرة واتنين وتلاتة، وتتعب مرة واتنين وتلاتة، وتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع لغاية ما تقف على رجلك. والله يعني انا عايز اقول لك على حاجة. هو النجاح مش صعب، مش سهل. اوعى تفكر ان النجاح سهل. اوعى تفكر ان انا خدت درس فانا هروح اطبق عليه فهعرف احل كل الافكار. مفيش الكلام ده. لازم حضرتك تتعب مرة واتنين وتلاتة، وصدقني والله العظيم تلاتة. المسألة اللي انت هتتعب فيها دي هي اكتر مسألة، واللي هتجيبها بعد وقت هي اكتر مسألة هتفضل معلقة دايما في دماغك. وانت هتحس بنفسك، وهتحس ان انت فرحان قوي من نفسك ان انا حليت مسألة، ان انا قدرت ان انا احل مسألة لوحدي، من غير ما المدرس بتاعي يتدخل، من غير ما صاحبي يساعدني. انا لوحدي عملت كده. فانت هتحس بالفرحة دي. والله العظيم تلاتة قسما بالله. انت هتتعب، وهتتعب شوية، وهتقاوح، وهتقوم وهتقع، وهتقوم وهتقع، بس خلاص. انت دلوقتي في تالتة ثانوي، فدي سنة مصرية بالنسبة لك. فلازم خلاص تيجي على نفسك، تحدد وقت للمذاكرة بتاعتك. مش لازم تعمل جدول. انا النهاردة مثلا المواد خفت عندي، بقت 5 مواد. حلو. انا النهاردة هذاكر ايه؟ هذاكر مادتين خلاص، وبكرة هذاكر مادتين، وبعده هذاكر مادتين. يبقى انا قسمت المواد او ال5 مواد بتوعي على مدار الاسبوع. بس حضرتك ما بقاش غبي. يعني ايه؟ يعني معلش، يعني ما ذاكرش كيمياء مع فيزياء، ما ذاكرش احياء مع فيزياء. لا، انت هتذاكر ماده تقيله مع ماده ايه؟ مع ماده خفيفه. يعني انت عندك عربي، انجليزي، كيمياء، فيزياء، احياء. او لو انت علم رياضه، معاك عربي وانجليزي، ومعاك معاك برضو رياضه، ومعاك كيمياء وفيزياء. طيب حضرتك انت هتعمل ايه؟ وفي خلي بالك، اوعى تنسى اللغه الثانيه. يعني اوعى تركن اللغه الثانيه. من وقت للتاني كده حط اللغه الثانيه ايه، اعمل لها يوم في الاسبوع تبص عليها، تتفرج على شرحها. خلاص. طيب حضرتك هتعمل ايه؟ مثلا هتاخد الفيزياء مع العربي مثلا، او هتاخد الانجليزي مع الكيمياء. وفي يوم تقوم اخد مثلا، انت موقع مثلا موقع منك مثلا الفيزياء، او موقع الكيمياء، فتاخد الكيمياء مع الاحياء. خلاص. فانت مش هتاخد جزء كبير من الكيمياء، خلاص، انت هتاخد جزء صغير مع مين؟ مع ماده الاحياء. او مثلا الاسبوع اللي وراه انت موقع الفيزياء، فبالتبادل تاخد الاحياء مع الفيزياء، او الكيمياء مع ايه؟ مع الاحياء. وان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقكم. وان شاء الله رب العالمين ما اشوفش حد فيكم زعلان او ان هو تعبان في حياته، وتحققوا يا رب كل احلامكم، وتوصلوا للهدف اللي انتوا ايه؟ اللي انتوا تتمنوه. خلاص. فواحده واحده. وصدقني والله، يعني كل ما انت هتتعب كل ما انت هتلاقي، وربنا سبحانه وتعالى هيقف جنبك. فما تخافش من حاجه، ما تحطش حاجه في دماغك. خلاص. اللي مش هيجي النهارده هيجي بكره. خلاص. اللي انت تعبان فيه دلوقتي هترتاح فيه قدام.
خلاص. فكويس ان انت بتتعب من دلوقتي، كويس ان انت بيقف معاك حاجات من دلوقتي عشان قدام ما يقفش معاك حاجه. واتمنى لكم يا رب كل التوفيق. نرجع تاني للاسئله بتاعتنا. طيب السؤال رقم 26 بيقول لك ما المقاومه المكافئه بين النقطتين A و B؟ عايز المقاومه المكافئه بين النقطه A والنقطه B. طب حضرتك دلوقتي الشكل ده ما يتحلش بطريقه النقط، يتحل بطريقه النقط. يلا، اول ما اطلع بالتيار اخد رقم 1، يبقى النقطه دي رقم 1. حلو. بعد كده اختار اكتر طريق بيعدي عليه مقاومات. ادي الطريق ده بيعدي على مقاومتين، ادي الطريق ده بيعدي على. يلا بينا يا شباب نحل السؤال الاول رقم 26. طبعا السؤال ده هنحله بطريقه النقط. يلا نطبق طريقه النقط فيه. اول ما بطلع بالتيار باخد رقم ايه؟ باخد رقم 1. بختار اكتر طريق بيعدي فيه مقاومات. الطريق ده فيه ادي 1 ادي 2، الطريق ده فيه مقاومه واحده، الطريق ده فيه مقاومه واحده، يبقى انا هاخد الطريق ده اهو واطلع. هو ده الطريق اللي انا همشي فيه. يلا، اول ما بطلع بالتيار باخد رقم 1 وانا واقف هنا. مش ده سلك فاضي ياخد نفس النقطه. ليه؟ لان السلك الفاضي ليه اولويه الترقيم. ارجع تاني، عديت على المقاومه 14، يبقى دي كام؟ يبقى ديت 2. اغير الرقم. اول ما بعدي على مقاومه بغير الرقم. السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، يبقى انا رقمت من كام لكام؟ من 1 ل 2. يلا، من 1 2. يلا، من 1 ل 2 في كام؟ في 14 اوم. سوري دي 3، انا اسف. عديت على المقاومه 6 بقت 3، دي 3 ودي 3، يبقى انا رقمت من 1 ل 2 ل 3. نمسح كده. بس يبقى النقطه دي انا عديت على المقاومه 6 بقت دي 3. خلاص، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه يبقى دي 3، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه يبقى دي 3، يبقى انا رقمت من كام لكام؟ من 1 ل 3. يلا، 1 2 3. يلا حضرتك المقاومه اللي ارسمها اشطب عليها. من 1 ل 2 في 14، من 1 ل 2 في 14. خلاص، يبقى اشطب على المقاومه دي. من 2 ل 3 في 6، من 2 ل 3 في 6 اوم، يبقى اشطب على المقاومه دي 14. خلاص، بس فاضل عندي ال 60. من 1 ل 3، من 1 ل 3 في 60 اشطب عليها. من 1 ل 3 في 30 اشطب عليه. خلاص، يبقى انا كده خدت المقاومات كلها. يلا نبتدي نحل بقى. الفرع اللي فوق ده، الفرع اللي فوق ده توالي 6 مع ال 14 يديني كام؟ يديني 20. خلاص، اصبح ان انا معايا ار توتال توازي بتساوي 1 على 30 اس سالب 1 زائد 60 اس سالب 1 زائد 20 اس سالب 1. خلاص، يطلع معايا ان الار توتال بكام؟ تطلع معايا ان الار توتال بتساوي 30 و60 و20 اس سالب 1 وكل اس سالب 1 يطلع معايا بكام؟ ب 10 اوم. ب 10 ايه؟ ب 10 اوم. تبقى الاجابه ب. صعب الكلام؟ لحد هنا الدنيا تمام. نشوف السؤال رقم 2. السؤال رقم 2، اول ما بطلع بالتيار باخد رقم 1، يبقى هنا رقم ايه؟ رقم 1. خلاص، اختار اكتر طريق بيعدي فيه مقاومات. اهو الطريق ده اهو. خلاص اهو، مفيش غير الطريق دوت اللي بيعدي فيه 3 مقاومات. حلو. يلا ابتدي ان انا اعدي على مقاومه. لا، اول ما الاقي سلك فاضي رقمه الاول. يبقى هنا 1، يبقى هنا 1، يبقى هنا ايه؟ 1. طيب عديت على مقاومه اغير الرقم، يبقى هنا ايه؟ 2. خلاص، سلك فاضي يترقم الاول، يبقى هنا 2، يبقى هنا 2، يبقى هنا ايه؟ 2. حلو قوي. حلو. طيب ارجع اجي ارقم، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الاثنين بعديها 1. خلاص، يبقى ما ينفعش ارقم، وانا كده كده طلعت. يبقى الارقام بتاعتي من 1 لايه؟ من 1 ل 2. يبقى من 1 ل 2 بس. طيب من 1 ل 2 في 8 اوم. المقاومه اللي اخدها اشطب عليها. من 1 ل 2، من 1 ل 2 في 4 اوم. المقاومه اللي اخدها اشطب عليها. من 1 ل 2 في 8 اوم. المقاومه اللي اخدها اشطب عليها. بقت كام؟ تبقى الار توتال بتساوي 1 على 8 اس سالب 1 زائد 8 اس سالب 1 زائد 4 اس سالب 1. هتطلع معاك ب 2 اوم. تطلع معاك بكام؟ ب 2 اوم. صعب الكلام؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده.
يلا بينا. برضو هتتحل بطريقه النقط. اول ما بطلع بالطيار باخد رقم 1. خلاص. بعمل ايه؟ اول ما بطلع بالطياره اخد رقم 1. رقم 2 الخطوه الثانيه بختار اكتر طريق بيعدي فيه مقاومات. الطريق ده اهو، الطريق ده فيه مقاومه واحده، الطريق ده فيه مقاومتين، الطريق ده فيه مقاومه واحده. يبقى انا هاخد انهي طريق؟ اهو الطريق ده. يبقى اعلم كده على الطريق اللي انا هاخده اهو اهو اهو. ليه؟ لان ده فيه ايه؟ فيه مقاومتين. يلا بينا يلا بينا. اخترت الطريق. يلا اول ما اعدي على مقاومه يبقى الطريق ده هو اللي انا همشي فيه اهو اهو اهو. هو ده الطريق اللي انا همشي فيه. يلا بينا. ينفع اعدي على مقاومه من غير ما ارقم السلك الفاضي؟ لا، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه. حلو. يبقى انا دلوقتي ادي ده اخد 1 وده اخد 1 وده اخد 1. ليه؟ عشان ده سلك فاضي. ينفع ارقم بقى من هنا؟ ما ينفعش. ارجع بقى للطريق بتاعك. يلا عديت على مقاومه غير الرقم يبقى النقطه دي تبقى رقم 2. عديت على مقاومه غير الرقم تبقى النقطه دي رقم 3. السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه. حلو. يبقى انا رقمت من كام لكام؟ من 1 ل3. يلا بينا. ادي 1 ادي 2 ادي 3. حلو قوي. يلا من 1 ل2، من 1 ل2 في 6 اوم اشطبها وارسمها. من 1 ل2 في 6 اوم اشطبها وارسمها. يلا من 2 ل 3 في 1.5، من 2 ل 3 في 1.5 اشطبها وارسمها. حلو. بعد كده 1.5 دي 1.5. حلو. بعد كده اتفضل عندي كام مقاومه؟ او 9 وال2 وال18. يلا الاثنين من 2 ل1، الاثنين من 2 ل1 يبقى ايه؟ 2 اوم اشطبها. بعد كده التسعه من 1 ل 3 يبقى من 1 ل 3 في كام؟ في 9 اوم. حلو. بعد كده اشطبها. اتفضل عندي ال 18 من 1 ل 3 يبقى من 1 ل 3 في ايه؟ في 18 اوم. اشتغل مع مين؟ اشتغل مع الدايره الصغيره دي. ال6 وال2 توالي ولا توازي؟ توازي. تديني كام؟ تديني 1.5. تديني كام؟ 1.5. ازاي؟ 1 على 6 أس -1 زائد 2 أس -1 تديني 1.5. حلو. ال1.5 مع ال1.5 يبقى الفرع ده كله ب3 اوم. الفرع ده كله كام؟ ب3 اوم عشان توالي 1.5 مع 1.5. اذا الفرع ده فيه كام؟ الفرع ده فيه 18 والفرع ده فيه 9 والفرع ده فيه 3. يبقى اقول له ايه؟ اقول له الار توتال بتساوي 1 على 9 أس -1 زائد 18 أس -1 زائد 3 أس -1. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا على الآلة ب2 اوم. تطلع معايا بكام؟ ب2 اوم وتبقى الإجابة الصحيحة 2 اوم. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك عايز المقاومة المكافئة من ال بي. يلا بينا. أول ما أطلع بالتيار باخد رقم 1 أهو. اختار اكتر طريق بيعدي عليه مقاومات. انا اتجزأت 1 2 3. يلا الطريق ده بيعدي عليه مقاومه ويخرج، الطريق ده بيعدي على مقاومتين ويخرج، الطريق ده بيعدي على مقاومه ويخرج. يبقى اختار اكتر طريق بيعدي عليه مقاومات يبقى هو الطريق ده اهو. اعلم عليه عشان ابقى عارف ان هو ده الطريق اللي انا همشي فيه. حلو. يلا اقف هنا. دي النقطه رقم 1. في سلك فاضي؟ لا. في سلك فاضي؟ لا. يبقى انا ما اعديش على حاجه خلاص. يلا اعدي على المقاومه اغير الايه؟ الرقم. اول ما اعدي على 18 تبقى دي تاخد رقم 2. عديت على 9 دي تاخد رقم 3. السلك الفاضي ياخد نفس النقطه، السلك الفاضي ياخد نفس النقطه. يبقى رقمت من كام لكام؟ من 1 ل 3. يلا ادي 1 ادي 2 ادي 3. يلا من 1 ل 2 في 18. المقاومه اللي ارسمها اشطب عليه. من 2 ل 3 في 9. المقاومه اللي ارسمها اشطب عليه 9 اوم 18 اوم. حلو. بعد كده عندي التسعة من 2 ل 3 والتسعة من 2 ل 3 يبقى من 2 ل 3 في 9 اشطب عليها ومن 2 ل 3 في 9 واشطب عليها. خلاص. اتفضل عندي كام؟ 21. من 1 ل 3 يبقى من 1 ل 3 في 21 ومن 1 ل 3 في 21
اشطب عليهم هما الاثنين. اصبح كده ان مفيش ولا مقاومه ما خدتهاش. حلو، يلا اشتغل. التسعه مع التسعه مع التسعه توازي، 9 مع التسعه مع التسعه توازي، واحده فيهم على عددهم تبقى 9 على الثلاثه فيها الثلاثه، 9 على الثلاثه فيها الثلاثه. وفي مقاومه هنا عندي ب 18، وفي مقاومه تحت ب 21، وفي مقاومه فوق ب 21. صح؟ الثلاث فروع دول متوصلين على ايه؟ على التوازي. الثلاثة وال18 دول متوصلين على ايه؟ على التوالي. 3 و18 تديني 21. اذا الفرع ده ب 21، الفرع ده ب 21، الفرع ده ب 21. ليهم نفس نقطة البداية، ليهم نفس نقطة النهاية، يبقى واحدة فيهم على عددهم 21 على الثلاثة يديني 7 اوم. يديني كام؟ 7 اوم. تبقى الإجابة ب. أظن كده الدنيا تمام قوي طريقة النقط. يلا السؤال اللي بعده. امسح امسح. يلا بينا. السؤال اللي بعده. يلا بينا. الشكل ده عايز احنا يعتبر اتدربنا على الشكل ده، والشكل ده كذلك الامر. يلا بينا. اول ما بطلع بالتيار باخد رقم واحد، التيار طالع من النقطه ايه اهي، يبقى ياخد هنا رقم واحد. بختار اكتر طريق بيعدي عليه مقاومات. الطريق ده بيعدي على مقاومتين ويخرج، الطريق ده بيعدي على مقاومه ويخرج، الطريق ده بيعدي على مقاومه ويخرج. يبقى اختار انهي طريق؟ يبقى هو الطريق ده اللي بيعدي على مقاومتين ويخرج. خلاص يلا بينا. انا اخدت هنا رقم واحد صح؟ السلك الفاضي بياخد نفس النقطه وليه اولويه الترقيم، يبقى النقطه دي رقم واحد. يلا ارجع تاني للطريق بتاعك. الطريق ده عديت على مقاومه ال 12 اغير الرقم يبقى دي 2، عديت على المقاومه 3 يبقى دي اغير الرقم يبقى دي 3. السلك الفاضي بياخد نفس النقطه يبقى النقطه دي رقم كمان 3. حلو قوي. يبقى رقمت من 1 لكام؟ من 1 ل 3. 1 2 3. يلا المقاومه اللي ارسمها اشطب عليها. يلا من 1 ل 2 في 12، من 1 ل 2 في 12 اوم اشطب عليها. من 2 ل 3 في 3 اوم، 3 اوم اشطب عليها. من 1 ل 2 من سوري يلا المقاومه دي من 2 ل 3، من 2 ل 3 في 3 اوم اشطب عليها. حلو. من 1 ل 4، من 1 ل 2 في كام؟ في 4 اوم، يبقى دي من 1 ل 2 في 4 اوم اشطب عليها. حلو. من 1 ل 3 في 6 اوم، من 1 ل 3 في ايه؟ في 6 اوم اشطب عليها. جميل. من 1 ل 3 في 12، من 1 ل 3 في 12. حلو. من اشطب عليها من 1 ل 3 في 12 اهو، اقوم جاي كده من فوق برضو اقوم عاملها كده اهو. ماشي. من 1 ل 3 في كام؟ في 12. اشتغل مع مين؟ اشتغل مع الدايره الصغيره دي الاول. يلا 12 في 4، ال 12 مع ال 4 توازي، ال 12 مع ال 4 ايه؟ توازي. طيب اعمل ايه؟ والله حضرتك 12 في 4 على 12 زائد 4 او 1 على 12 اس سالب 1 زائد 4 اس سالب 1 تديني كام؟ تديني 3. طيب 3 ودي كده كلها ب3 يبقوا كام؟ يبقوا 6. يبقى الفرع ده ب6 ومعايا فرع تاني ب6 ومعايا فرع تالت ب12 ومعايا فرع فوق برضو بكام؟ ب12. اذا انا كده 12 مع ال 12 مع ال6 مع ال6 توازي. اقوم عامل ايه؟ 1 على 12 أس سالب 1 زائد 12 أس سالب 1 زائد 6 أس سالب 1 زائد 6 أس سالب 1 تديك كام حبيب قلبي؟ تديك 2 أوم. تديك كام؟ 2 أوم. يبقى الإجابة هنا ج. السؤال اللي بعده. هنا يلا أول ما أطلع من التيار آخد رقم واحد. أطلع من إيه ولا من بي؟ من أي حتة. يبقى هنا النقطة دي رقم واحد. جميل. بعد كده اختار اكتر طريق بيعدي على مقاومات. الطريق ده عشان يخرج من هنا هيعدي على مقاومه واحده، والطريق ده عشان يخرج من هنا هيعدي على مقاومه واحده، والطريق ده عشان يخرج من هنا هيعدي على مقاومه واحده. يبقى اي طريق همشي فيه اي حاجه. يلا وليكن مثلا هاخد الطريق اللي تحت ده. حلو. يلا بينا. او اخد الطريق اللي فوق اهو، الطريق اللي فوق ماشي، او الطريق اللي تحت عادي. تعال ناخد الطريق اللي تحت. انا عديت على مقاومه اغير الرقم يبقى هنا ايه؟ 2. خلي بالك السلك الفاضي بياخد نفس النقطه يبقى هنا رقم 1. السلك الفاضي هنا بياخد نفس النقطه يبقى هنا رقم 2. يبقى انا اخترت الطريق ده اللي انا مشيت فيه اهو. خلاص. بس الاول رقمت السلك الفاضي. السلك الفاضي يبقى ده رقم 1.
عديت على مقاومه غيرت الرقم بقت 2، سلك فاضي ياخد نفس الرقم يبقى 2. خلاص يبقى انا رقمت كده من 1 ل 2، من 1 ل 2. يلا من 1 ل 2 في 36 اشطب عليه. من 1 ل 2 في 24 اشطب عليه. من 1 ل 2 في 24 تانية اشطب عليه. من 1 ل 2 في 18 اشطب عليها. صعبه؟ بقت المساله جميله قدامي. ال 36 مع ال 24 مع ال 24 مع ال 18 توصيل توازي. يبقى اقول له كده ار توتال بتساوي 1 على 36 اس سالب 1 زائد 24 واحده فيهم على عددهم تبقى 12، يبقى زائد 12 اس سالب 1 زائد 18 اس سالب ايه؟ اس سالب 1. ركز معايا، انا شلت ال 24 وال 24 قسمتهم على الاثنين بقوا كام؟ بقوا مقاومه واحده ب 12، فعشان كده قلت بدل ما انا اكتب 24 اس سالب 1 زائد 24 اس سالب 1 كتبت مكانها كام؟ 12 اس سالب 1. تعال نشوف الناتج هيطلع معايا بكام. 1 على 18 اس سالب 1 زائد 36 اس سالب 1 زائد 12 اس سالب 1 تطلع معايا ب 6 اوم. تطلع معايا الناتج بكام؟ ب 6 اوم. يبقى يطلع الناتج هنا ب 6 اوم. يبقى الاجابه ايه؟ ج. يلا بينا السؤال اللي بعده. يلا بينا السؤال اللي بعده رقم 7. اول ما اطلع بالتيار باخد رقم 1، اختار اكتر طريق بيعدي على مقاومات. مفيش غير الطريق ده. خلاص اللي قدامي اللي هو هياخد رقم ايه؟ انا طبعا التيار طالع من ايه؟ خارج من بي. يلا اول ما اعدي على مقاومه غير الرقم يبقى هنا رقم 2، يبقى هنا سلك فاضي ياخد نفس النقطه يبقى هنا 2، سلك فاضي ياخد نفس النقطه يبقى هنا 2، سلك فاضي ياخد نفس النقطه يبقى هنا 2، سلك فاضي ياخد نفس النقطه يبقى هنا ايه؟ 2. حلو قوي. اي مقاومه واقعه بالنفس الرقمين، اي مقاومه واقعه بالنفس الرقمين بتتلغى. المقاومه 2 ار دي واقعه بين 2 و2 تلغيها. المقاومه ار واقعه بين 2 و2 تلغيها، دي النقطه رقم 2. المقاومه 2 ار برضو واقعه ما بين المقاومه 2 وايه؟ و2 بين النقطه 2 و2 نلغيها. يبقى التيار هنا ما عداش غير على المقاومه 3 ار وبعد كده مشى كده ومشى كده ومشى كده وخرج. يبقى المقاومه المكافئه هنا بكام؟ ب 3 ار بس، ب 3 ار بس. شكرا. خلاص السؤال اللي بعده. يلا اول ما اطلع بالتيار باخد رقم ايه؟ باخد رقم 1. اختار اكتر طريق بيعدي على مقاومات. ادي انا مشيت هنا ادي اهو، ادي 1 ادي 2 ادي 3 وخرجت. حلو. او ممكن امشي كده ادي 1 ادي 2 ادي 3 وخرجت. يبقى انا معايا الطريقين بيعدي فيهم كام مقاومه؟ بيعدي فيهم 3 مقاومات. يبقى اختار اي طريق. وليكن انا مشيت خلاص عديت على مقاومه غير الرقم يبقى هنا 2، السلك الفاضي بياخد نفس النقطه يبقى هنا 2، عديت على مقاومه يبقى هنا ايه؟ 3، السلك الفاضي بياخد نفس النقطه يبقى هنا 2. خلي بالك المقاومه 20 اوم اتلغت. المقاومه 20 اوم ايه؟ اتلغت. ليه؟ وقع بين النقطتين 2 و2 يبقى تتلغى. عديت على مقاومه اغير الرقم بقت هنا ايه؟ 4 بس. شكرا. خرجت بالتيار ارسم دايره جديده. رقمت من 1 ل 2 ل 3 ليه؟ ل 4. يلا بينا. من 1 ل 2 في 30 اوم، من 1 ل 2 في 30 اوم. حلو. اشطب عليه. من 2 ل 3 في 25 في 25 اوم. اشطب عليه. من 3 ل 4 في مقاومه ب 60 اوم. اشطب عليها. حلو. اتفضل عندي ايه؟ المقاومه اللي ب 100. المقاومه اللي ب 100 ديت بين مين ومين؟ بين 2 و3. يبقى بين 2 و3 في كام؟ في مقاومه ب 100 اوم. حلو. الفرق ده توالي مع بعضه 30 و25، 30 و25 يديني 55 اوم، 55 اوم مع ال 60 اللي بره توازي. يبقى اقول له كده 1 على 25 اس سالب 1 55 اس سالب 1 زائد 100 اس سالب 1 زائد المقاومه اللي بره اللي هي بكام؟ اللي هي ب 60. احسبها. 1 على 55 اس سالب 1 زائد 100 اس سالب 1 تطلع معايا بكام؟ 35 و5 من 10 زائد 60. لا في مشكله هنا، في غلطه هنا. من 1 ل 2 في 30 ومن 2 ل 3
25 ومن 2 ل سوري معلش انا اسف. نرجع تاني بقى، انا اسف. نرقم بقى من اول وجديد، رقم من اول وجديد. يلا، اول ما بطلع بالطيار باخد رقم 1. عديت على مقاومه غير الرقم يبقى هنا 2. عديت على مقاومه، بس ثواني بس، هنا السلك الفاضي ياخد نفس النقطه يبقى هنا 2. عديت على مقاومه غير الرقم يبقى هنا ايه 3. عديت على مقاومه. يلا بينا يا شباب. اول ما بطلع بالطيار باخد رقم ايه؟ باخد رقم 1. بختار اكتر طريق بيعدي عليه مقاومات. طيب يلا، الطريق ده بيعدي على مقاومه 2 وخرج 3، يبقى الطريق ده اخد 3 مقاومات. طب الطريق ده اخد كام مقاومه؟ الطريق ده ادي مقاومه، ادي 2 ادي 3 وخرج، يبقى اي طريق فيهم شغال. خد اي طريق فيهم. يلا، وليكن الطريق ده انا عديت على مقاومه اغير الرقم يبقى هنا هياخد رقم 2. خلي بالك ده سلك فاضي يبقى هنا 2، ده سلك فاضي اهو سلك فاضي يبقى هنا 2. اول ما اعدي على مقاومه اغير الرقم يبقى هنا ايه 3. اول ما اعدي على مقاومه اغير الرقم يبقى هنا ايه 4. ابتدي ان انا ارقم. خلي بالك المقاومه 20 دي ملغيه، المقاومه دي 20 ملغيه. ليه ملغيه؟ عشان وقع بين نفس النقطتين. يلا، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي ايه 4. يلا بينا نرقم من 1 ل 2 في 30 اوم، 30 اوم. يلا، من 2 ل 3 في 25. خدت 30 اشطب عليها، اوعى تنسى 25 ده انا اللي نسيت. خلاص اشطب عليها. خلاص بعد كده من 3 ل 4 في 60. من 3 ل 4 في ايه؟ في 60. ال 20 دي هتاخدها؟ لا، وقع بين 2 و2 يبقى مش تاخدها. من 2 ل 3 من 2 ل 3 في 100 اوم. خلاص، واشطب عليها. يبقى انا خدت ال 60 وخدت 25 وخدت ال 30، ما خدتش ال 20. ليه ما خدتش ال 20؟ عشان المقاومه 20 وقع بين نفس النقطتين. جميل قوي. يلا بينا نحل. طيب دلوقتي هنشتغل مع الدايره دي، مع الحته دي. ال 100 وال 25 توازي، ال 100 وال 25 توازي. يبقى اقول له كده 1 على 100 أس سالب 1 زائد 25 أس سالب 1. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا الحتة دي كلها ب 20 أوم. بقى إيه؟ ب 20. يبقى ال 100 وال 25 يدوني إيه؟ 20 أوم. ال 20 مع ال 30 مع ال 60 توالي. ال 30 مع ال 20 50 وال 60 يبقوا كام؟ يبقوا 110 أوم. يبقوا 110 إيه؟ أوم. تبقى الإجابة 110 أوم. لحد هنا هنوقف. كده احنا حلينا على التوالي والتوازي. انتظر الحصة اللي جاية إن شاء الله رب العالمين. خلاص هنحل على قانون اوم للدايره المغلقه.